إنا لله وإنا إليه راجعون. خبر أخوتي كالصاعقة. شكون اللي كيعرف هاد السيدة، هاد اليوتيوبرز وعندها كونت في تيك توك معروفة، حورية أميرة. أنا كمتابعة ديالها يعني كنساندها، يعني بحكم أنها مسكينة ما كتمشيش على رجليها، وأنها كفيف، يعني ماشي كفيفة، ولكن تعرضات لواحد الأكسيدون اللي هي بحال اللي طاحت من شي سطاح، بحال اللي يعني وفقدات الرجلين ديالها، ما بقاتش كتقدر تمشي بيهم جراء واحد الضربة عندها في السنسول، اللي فاش دارت ليها العملية اخوتي بقاو لها ديك الفقرات بطريقة عشوائية. والمهم مشات والحياة هكا، وحتى تزوجات وولدات، يعني عندها يعني وضعية مزرية. لولا اليوتيوب او التيك توك لكانت هاد السيدة في الشارع كتسعى. خوتي، اخبار مؤخرا على هاد السيدة هادي تهز المغاربة، وكلهم بقات فيهم هاد السيدة. قبل ما ندوز ونتعاطفوا مع هاد السيدة، وانا كنرغبكم كمتابعين ديالي انكم تدخلوا وتشاهدوا هاد القناة ديالها، لانها في واحد الكرب عظيم اخوتي، وخصها المساعدة، لان السيدة ما كتمشيش على رجليها، ومسؤولة على واحد البنت اللي بقى طفلة ما كملتش حتى ال5 سنوات. خوتي العزاز، بلا ما نطول عليكم، غادي نعطيكم السلام، وغادي ندوزو لصلب الموضوع والفكرة اللي باغا نطرح في اليوتيوب وفي القناة ديالي وفي هذا الفيديو خصيصا. خوتي العزاز، كيف كنقولوا دائما، لله ما اعطى ولله ما اخذ. سلام الله عليكم متابعيني الكرام، فيديو جديد ونهار جديد كيف العاده، اللي كنتمنى دائما نلقاكم في اتم الصحه والعافيه والرزق ان شاء الله. ما تنساوليش اللايكات لا فيديو، كذلك تعاليقكم زوينه، بارطاجكم، اشتراكاتكم اللي عاد كيشوف القناه ديالي لاول مره. والله يرحم لكم الوالدين ويفتح بيبان الخير في وجهكم ووجهنا كذلك. اخوتي، ندوزو عند هاد السيده اللي هي حوريه أميرة، اللي هي منها أم ومنها أب، اللي كتقابل واحد البنية اللي هي طبعا بنتها من صلبها، من واحد السيد اللي تخلى عليها، ولد مع هاد البنيته هادي وتخلى عليها وخلاها كتعاني الامرين غير بوحدها وهازه حمل. يا ريت وكان غير عندها الرجلين كتوقف وتمشي وتجي وتدي بنتها لاكريش وتجيبها. ولكن لا خوتي، مع العلم ان هاد السيده كتقوم بجميع الاعمال ديال البيت ديالها، ومقابله هاد البنيته زياده عاد على المحتوى اللي كطرح في اليوتيوب من طبخ وكنس وتجمع دارها. واخوتي الا دخلتوا للقناه ديالها غادي تشوفوا كيفاش كتحرك بحال النحله في دارها، واخا ما عندهاش الرجلين. خوتي الغريب في الامر ان ربي ملي كينقص من هنا كيعطي هنايا، حاشا واش كيضيع شي انسان. ولكن الخبر اللي تلقات اليوم هاد حوريه اميره كيصدم الجميع، كيصدم الجميع وكيصدم حتى هاد البنيته اللي مسكينه مازال ما عارفه والو، غير كتضحك حدا الام ديالها وكتحاول تساعدها باش توقف وتركب في الكروسه ديالها وتخرجها مره ومره تديها للمدرسه بداك الكريريسه. المهم اديه داك الدور، واخا ان ما عندها النص ديال الصحه، ماشي صحة كاملة. قبل ما ندوز اخوتي التقرير الطبي اللي تعطى ليها مؤخرا، غادي نعطي واحد الميساج، ميساج للمحسنين، ميساج للمحسنين. شوفوا بعين الرحمة لهاد السيدة هادي، هاد السيدة هادي راه واحد التقرير دار ليها واحد، يعني بحال نقولوا واحد لا فيزيت دارت ليها على الصحة كاملة، وعطات واحد النتيجة اللي هي مدمرة مستقبلا لهاد السيدة هادي. فقبل ما ندوزو نعطيكم اخر التفاصيل على الصحة ديال هاد السيدة هادي، كنقول لكم اللي قد ما يدير الخير يديرو، راكم كديروا غير في ناس ما تستاهلوش. راه الهيطوكية عندها الاموال اللي تحرق ما تمكن الروز، عندها ولادها اللي كيصيفطها الحوايج اللي كيصيفطها الفلوس. هاد السيدة هي اللي تستاهل، تستاهل الصدقة، وتستاهل أن الناس يعاونوها دير عملية، وتستاهل أن الناس يعطيوها من كل ناحية والمحسنين يصيفطوا ليها. ولكن كيف كنقولوا، الناس ما نعرف مالها كيفاش كتفكروا، هاد المحسنين وهاد الجالية كيفاش كيفكروا. واش كتبغيو حتى الصدقة تعطيوها للناس اللي مشهورة باش يذكروا لكم اسماءكم وتسموا انكم عطيتوا؟
بالعكس الصدقة ملي كتكون مخفية ومستورة كيبارك فيها الله، وحسناتها كتكون أكتر منها. خوتي العزاز، كيف كنقول لكم، اللي قدر ما يدير الخير يديرو ما حدو في الدنيا. الدنيا فايته باللي فيها. وهاد السيده هادي بعد ما وصلت صوتها بالقناه ديالها وروتيناتها، دائما في اخر اي روتين كتقول لهم شوفوا بعين الرحمن هاد البنت اللي هي بنتي باقا صغيره ومحتاجاني انني نراعيها. ولكن شنو كتطلب هاد السيده؟ كتقول ما بغيت لا شهره لا حتى شي حاجه، بغيت غير شي حد يوقف، بغات شي حد يوقف معاها باش دير عمليه على دوك الرجلين وتبقى توقف وتبقى تقضي اغراضها بكل اريحيه وبكل سلاسه. فمؤخرا الصوت ديالها خوتي تسمع. ب- زعما انا عجبني الحال، انا كمتتبعه ديالها عجبني الحال، الصوت ديالها تسمع. واحد السيده قالت ليها انا غادي نعاونك في العمليه وغادي تصيفطي لي الدوسي ديال يعني داك المراحل من دزتي وداك العمليه مني درتي داك لاكسيدو، باش نعرفوا يعني المجرى ديال داك الصحه ديالك وكيفاش دارت هاد لاكسيدون وشنو عندك لداخل في داك الرجلين وشنو، باش الطبيب يشوف واش هاد العمليه الا دارت لك رجليك غادي تكون ناجحه. فعلا صيفطات داك الدوسيي هاد السيده اللي هي حوريه اميره، صيفطات هاد الدوسيي للسيده. ديك السيده عرضاتو على اطباء يعني مختصين في يعني في هاد اللوكا هذا. يعني وكيفرحوها وكيفاجئوها بان الا دارت العمليه يعني غادي تنجح ليها. وأن وأن يعني عندها واحد الفقرات في العمود الفقري، يعني منين تخيط ليها داك منين دارت داك لاكسيدون برات وخيطوا ليها، يعني داك الفقرات كان خصهم يتستفوا في بلايصاتهم، ولكن تحطوا بشكل عشوائي. ولا بغينا نعرفوا اخوتي ان ملي كيتصاب السنسول راه صافي، لله ما اعطى ولله ما اخذ، الرجلين كيمشيو. فاليوم هاد الطبيب حسب التقرير عاود اللي كيعطي من جديد كيقول لي هاد السيده هادي يعني بعد مده غادي تفقد حتى اليدين ديالها. هذا هو الخبر الصادم، وهذه هي الازمه الكبيره اللي كتعاني منها هاد حوريه اميره. كتقول لك هي ما عندهاش رجيلاتها، ولكن كتقاوم وكتكافح وكتعض في اللحم الحي باش تربي هاد البنيته وتشوفها بحال واحد الوريضه مستقبلا، اللي هي غتبقى تمد ليها حتى تشرب، ولا هي اللي غتخرجها كما هي كتعتني بها الان وهي صغيره. حتى البنت غادي تأدي الدور ديالها مع الام ديالها في الكبار. فاليوم الطبيب كيصدمها واحد الصدمة العمر. يعني كيقول لها في داك التقرير الجديد كيقول لها لا، هاد يعني هاد العاهة اللي عندك في الرجلين غادي تحول حتى اليدين وما غتبقايش تحرك يديك، يعني غتولي مسكينة في القنت بحال الأمانة. نداء لجميع الناس اللي كتعرف هاد السيدة، واخا تجمعوا ليها خوتي غير 5000 درهم الواحد، ويعني تشوف شنو غادي دير عملية للرجلين ديالها وتبادر بالصحة ديالها لأجل إلا درتو شي خير غديرو في وجه داك البنيته اللي مسكينة مازال ما عصات ما ذنبت، وغادي يكون لكم واحد الأجر عظيم عند الله. لأن الصدقة خاصها تكون في بلاصتها الصحيح ولا بلاش بها. مؤخرا أو منذ زمن طويل ولينا كنشوفو أن الصدقة كتعطى للناس أو اليوتيوبرز اللي كيدخلوا الملايير أو الملايين من الأدسنس، والمحسنين والجالية حتى هما كيزيدوهم، يعني كيزيدوا المخ في القرع. راه قلبوا على بحال هاد الناس هادو مساكن اللي لا حول ولا قوة، الصحة خايناهم ومحتاجين انكم تعطيوهم باش يجمعوا يديروا غير عملية باش هاد السيدة تقد غير توقف على رجليها، طالبة غير رجليها توقف بهم. فهاد الناس عندهم رجليهم ويديهم وكتصيفطوا ليهم الفلوس بالعرارب والحوايج بالعرارب، ما فهمت والو. حتى لهنا كينتهي لا فيديو ديالي، كنتمنى تشاهدوه الى الاخر والى فيديو قادم باذن الله تعالى.